السلام عليكم. النهاردة هتكلم عن حاجة بتحصل لكل واحد فينا. أوقات كتير قوي بنبقى قاعدين مضغوطين وقلقانين وحاسين إن الدنيا كلها واقعة فوق دماغنا، مش كده؟ طيب تعرف إنه في مبدأ نفسي قديم من أيام الفلاسفة الرومان ممكن يغير حياتك كلها؟ ميل روبنز دي كاتبة وعندها بودكاست كبير قوي أعادت تقديم المبدأ ده بطريقة عصرية وسمته Let them theory أو نظرية خليهم يعملوا اللي هم عايزينه. النظرية دي أصلها راجع لفلسفة قديمة جدا، فلسفة اسمها الفلسفة الروائية اللي بتعلمنا نفرق بين الحاجات اللي نقدر نتحكم فيها والحاجات اللي ما نقدرش. يا ترى ايه اللي بيخلينا نحس بالقلق والضغط طول الوقت؟ الحقيقة انه معظم التوتر اللي بنحس بيه بيبقى سببه مش اللي بيحصل، سببه اننا عايزين نتحكم في حاجات هي اصلا مش في ايدينا. هديلك شوية امثلة. صاحبك قرر يسافر ويسيبك، حد في الشغل اتكلم عنك بطريقة مش حلوة، حد من اهلك عمل اختيار انت شايف الاختيار ده غلط. طيب ايه بقى اللي انت بتعمله؟ بتفضل تفكر وتقلق وتزعل عشان تحاول تغير رأيهم أو ببساطة تحاول تفهمهم، مش ده صح؟ المشكلة إن كل ده بياخد منك طاقة رهيبة ومش بيوصلك لأي نتيجة، لأن الحقيقة ببساطة هي انت مش مسؤول عن اختيارات الناس، مش مسؤول عن آرائهم، وكمان مش مسؤول عن مشاعرهم. وهنا بقى بيجي دور نظرية خليهم، وهي انك تقول لنفسك خليهم يفكروا في اللي هم عايزينه، خليهم يعملوا اللي هم عايزينه، وكمان خليهم يحسوا باللي هم عايزينه. انت مش مطلوب منك انك تتحكم في كل ده. طب تعرف انه الفكرة دي عمرها اكتر من 2000 سنة؟ الفلاسفة الروائيين دول زي ماركوس كانوا بيعملوا مبدأ اسمه ثنائية التحكم أو dichotomy of control. المبدأ ببساطة بيقول في حاجات تحت سيطرتنا وفي حاجات مش تحت سيطرتنا، والحكمة الحقيقية إنك تعرف الفرق بينهم وتركز طاقتك بس على الحاجة اللي في إيدك. في جملة مشهورة جدا بتقول احنا مش بنتضايق من الأحداث نفسها، احنا بنتضايق من نظرتنا للأحداث دي. يعني المشكلة مش في اللي بيحصل، المشكلة ازاي بنفكر فيه. طيب ايه هي الحاجات اللي تحت سيطرتك بالظبط؟ 3 حاجات بس. اول حاجة هي افكارك، دي اللي انت مسؤول عنها. لو حد قالك كلمة وجرحك، انت مش مسؤول عن الكلمة بس، انت مسؤول عن الافكار اللي هتيجي في مخك بعدها. هتفضل تكرر الموقف وتحلله 1000 مرة ولا هتختار تفكر في حاجة تانية؟ تاني حاجة انت مسؤول عنها هي افعالك. افعالك برضو تحت سيطرتك. لو حد زعلك انت تقدر تختار هترد عليه ازاي. هل هتدخل في خناقة معاه ولا هتاخد نفس عميق وتكمل اليوم؟ هتبعت رسالة وانت عصبي ولا هتستنى لحد ما تهدى؟ كل ده في ايدك انت. تالت حاجة ردود افعالك العاطفية، يعني انت حاسس بايه، وده الجزء المهم لان مشاعرك انت اللي بتقرر تتعامل معاها ازاي. مش معنى انك زعلان انك لازم تفضل زعلان طول اليوم. تقدر تعترف بالمشاعر دي، تسمح لنفسك تحس بيها وبعدين تعالجها بطريقة صحية. ايه بقى اللي هو مش في ايدك؟ اللي مش في ايدك ببساطة هو كل حاجة تانية. افكار الناس، افعالهم، مشاعرهم، قراراتهم، وآرائهم فيك. حتى نتائج مجهودك احيانا كل ده خارج عن السيطرة بتاعتك تماما. وده بالظبط اللي المفروض تطبق عليه مبدأ خليهم. لما تستوعب الفكرة دي هتحس انك استرجعت قوتك، لان انت مش هتبقى عايش رد فعل لتصرفات الناس، انت هتبقى عايش حياتك بناء على اختياراتك انت. طيب لو في حد في حياتك مثلا واحد صاحبك او حد معاك في الشغل بيعمل حاجة مضايقاك او مسببه لك توتر، ازاي تقدر تتعامل معاه باستخدام المبدأ ده؟ هديلك مثال عملي. صاحبك دايما بيتأخر عليك، كل مرة بتتقابله انت بتستناه نص ساعة واوقات بتوصل لساعة، وده بيضايقك جدا. الطريقة القديمة انت كنت بتعمل ايه؟ تفضل زعلان، ممكن تعاتبه، ممكن حتى تتخانق معاه. بتحس انه مش بيحترمك، فبالتالي بتبتدي تقلق وبتبتدي تزعل لوحدك. طيب لو استخدمنا بقى نظرية let them theory هنعمل ايه؟ هتقول لنفسك اوكي خليه يتأخر. انت مش مسؤول عن ادارته الوقت بس، انت مسؤول عن اختياراتك انت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت عارف انه دايما بيتأخر نص ساعة، روح انت كمان نص ساعة بعد الميعاد، او قابله في مكان فيه حاجة تعملها لو اتأخر عليك، او قرر انك مش هتقابله خالص لو التصرف ده مضايقك قوي. الفكرة مش انك تبقى بارد او مش مهتم، الفكرة انك تركز طاقتك على الحاجة اللي في ايدك فعلا. هديلك مثال تاني. حد في العيلة دايما بينتقدك او بيقولك اراء مش مطلوبة عن حياتك. طبق خليهم.
خليهم يقولوا اللي هم عايزينه، انت مش محتاج موافقتهم على حياتك اصلا. اسمعهم باحترام لو حبيت، بس ما تخليش كلامهم يأثر على قراراتك او يخليك تشك في نفسك. الموضوع مش معناه انك تقطع علاقتك بالناس او تبقى اناني، معناه انك تحط حدود صحية. الحدود دي هي اللي بتحميك وبتحمي علاقاتك كمان، لانها بتمنع الاستياء والزعل من انه يتراكم جواك. لما تبدأ تطبق المبدأ الروائي ده في حياتك هتلاحظ تغييرات كبيرة قوي. أول حاجة، القلق هيبتدي يقل وبشكل كبير، لأن معظم القلق بيجي من محاولة التحكم في اللي مش في إيدك. لما تسيب الموضوع ده هتحس براحة نفسية أنت مش متخيلها. تاني حاجة، هيبقى عندك طاقة أكتر. كل الانرجي اللي انت كنت بتضيعها على القلق والتفكير الزايد دلوقتي هتقدر تستخدمها في حاجات إيجابية، في شغلك، في أحلامك، حتى في تطوير نفسك. تالت حاجة بقى، علاقاتك هتتحسن. لما تبطل تحاول تتحكم في الناس أو تغيرهم هتبدأ تتقبلهم زي ما هم، وده بيخلي العلاقات أصح وأعمق. رابع حاجة، هتسترجع احترامك لنفسك، ودي أهم حاجة، لأن أنت مش هتبقى شغال رد فعل للناس، هتبقى واخد قرارات واعية بناء على قيمتك وأولوياتك أنت. وده بالظبط اللي الروائيين كانوا بيسموه السلام الداخلي أو أتاراكسيا، حالة الهدوء اللي بتيجي لما تركز بس على اللي في ايدك. انا بحب دعاء معين جدا او prayer، وحب اختم بيه الفيديو بتاع النهاردة لانه بيلخص كل حاجة اتكلمنا فيها في جملة واحدة. طيب الدعاء ده بيقول ايه؟ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. يعني ايه؟ يعني يا رب امنحني السكينة علشان اتقبل الحاجات اللي مش قادر اغيرها، والشجاعة علشان اغير الحاجات اللي اقدر اغيرها، والحكمة علشان اعرف الفرق بينهم. شكرا ليك لو لسه مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي. لو الفيديو عجبك ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب، and see you next video. سلام.